اسمع الصوت. انزل بكريمه وحليب، حول عليهم النار اضيف على ما الكريمه تسخن هفتح فانيلا بينز. لو ما عندكوش فانيلا بينز استخدموا فانيلا اكسترا. اسحبها كده وخلاص بقى دافي. هنزل بالفانيلا بينز وهغطيها بلاستيك راب وهعمل فتحات بالمقص كده او بالسكينه عشان اطلع البخار اللي فيها. الفانيلا تنفيوز في الكريمه نص ساعه، بعد كده اصفيها. وهصفي الكريمه كويس من الفانيلا، وبالسباتشر هتاكد ان اخدت كل الكريمه عشان اخد الفليفر كلها. وهولع عليها النار واسيبها تغلي. وهفصل البياض عن الصفار، وهغسل الترابيزه مكان البيض. وخلاص لما الكريمه تسخن نزلت بالسكر على الصفار واقلبهم مع بعض كويس. بس الكريمه بدات تغلي هنزل بيها على الصفار، وهنزل شويه بشويه عشان اعمل تمبرنج للبيض. خلاص هجيب رامكن زي كده وانزل عليهم بميه مغليه من الجنب لغايه 3/4. خلاص هرجع الكريمه هنا عشان اعرف اصبها، فيها شويه رغاوي زي كده نشيلها بالمعلقه. خلاص هنزل عليهم بالرامكنز، واي بابل زي كده بالهيت جن تختفي. خلاص كده دخلها من الفرن على درجه حراره 100 تقريبا ساعه، لغايه لما من الجناب تبقى متماسكه ومن النص لسه بتتحرك. هسيبها تبرد شويه، بعد كده خدت تلاجه تمسك خالص تقريبا 4-5 ساعات. خلاص كده الكريم بولي بردت. هجيب سكر واوزع السكر كويس، لو عندي زياده ممكن اشيلهم، وبالهيت جن احرقهم. ندوق. بجد حلو قوي، تستاهل تجربوها. كريم بروليه من الحاجات اللي بعشقها وعلى طول بعملها، فجربوها هتعجبكم قوي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو لو عجبكم. سلام.